أيتها المجنونة ماذا تفعلين بنا؟ أعصابي منهكة، قلب مشظى، كيف لها أن تستدرجنا إلى هذا العالم المليء بالمفاجآت المؤلمة؟ لقد أسعدتنا طويلا، ثم فجأة وفي لمح البصر أخذت منا كل شيء. الكلمات مالحة في فمي، وغصة في حلقي، وحرقة في قلبي، والدموع جمدت في عيني. هذه المجنونة الحسناء قالت لا، خدعتنا. كانت قطرة العسل التي ذقناها ثم ذابت في برميل من الخل المر. لم نكن نعلم. أما المفارقات تلك التي تقف لها شعر الرأس. كنت متقدما بأربعة أهداف لهدفين، وفجأة في دقيقة مجنونة تجد نفسك تخسر كل شيء بيدك، لا بيد خصمك. ظالمة هي كرة القدم، تلك اللعبة القاسية التي جنت علينا. منتخبنا الوطني لعب 85 دقيقة من الإبداع، انضباط، هجوميات خطيرة كانت توحي بمزيد من الأهداف، لكن فجأة تلاشت كل الأحلام، ووجدنا أنفسنا في مكان غير الذي كنا فيه. من متفوقين إلى متعادلين، ومن متعادلين إلى خاسرين، إلى ركلات الترجيح التي أنهت كل شيء. هل نرفع القضية ضد مجهول؟ بالطبع لا، لأن كرة القدم التي خانتنا وأخذت منا كل شيء كانت تحمل بصمات الخيانة من الداخل ومن الخارج. من الداخل حيث فقد لاعبون تركيزهم في أكثر اللحظات حرجا، وأخطأوا أخطاء ساذجة أثرت على أدائهم الرائع الذي قدموه طوال المباراة. ومن الخارج حيث كان الجزائري ولد علي في تغييراته عاجزا تماما، وكأنها القشة التي قصمت ظهر البعير. عذرا أيتها المجنونة، لا تستحقين دمعة واحدة. في وضع كهذا أصبح البكاء متبذلا، وكأن الدموع نفسها استحيت من كثرة الهزائم. كما قالت الأديبة رضوى عاشور: الدموع أحيانا تخجل من نفسها. يا لها من رجة قوية، ويا له من زلزال هز المنطق ذاته. منتخب جزر القمر الذي لم يكن يستحق التسجيل حتى هدف واحد تأهل بسبب أخطائنا. لقد كنا نحن السبب في الهزيمة. كان يمكننا الحفاظ على تقدمنا، لكن المجنونة قالت لا. 85 دقيقة من اللعب المثالي، عبر الجميع عن فخره بأداء منتخبنا. 4 أهداف، هدفين من نجم المباراة عبد الواسع المطري، وهدفين ناصر محمدوه وهارون الزبيدي. لقد أبدعوا وصنعوا من النيازك قزحيات استدعت سهيل اليماني قبل أوانه، لكننا كما جرت العادة لا نستطيع أن نحتفظ بالفرحة، لأننا نستخسر الفرحة على أنفسنا، ونعلم الجميع كيف يهزمون أنفسهم دون الحاجة لأي مساعدات خارجية. كم هو قاس أن نخسر هكذا. كنا على بعد خطوة واحدة من المعازيم 16، لكن المجنونة كما هو الحال دائما قالت لا.